السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه؟ شكرا جدا جدا على تعليقاتكم الجميلة، وشكرا لأي حد بعتلي تعليق كويس. انا بس عايزاكم يعني تتجدعنوا معايا في اللايكات والاشتراكات، عشان والله يعني الدنيا واقفة خالص. الله يسعدكم يا رب ويهنيكم ويخليكم ويكرمكم يا رب. خليكم معايا دايما، ما تنسونيش. هي فيديوهاتي بسيطة وكل حاجة انا عارفة، بس على قدي هعمل ايه؟ طيب ادعموني وكبروني طيب عشان اكبر معاكم. ماشي حبايبي؟ النهاردة حبايبي هنعمل مكرونة بالصوص الاحمر، وهنعمل بانيه في الفرن. البانيه انا عملته صراحة وحطيته في الفرن عشان ما كانش عندي وقت، لازم اخلص على طول. هعمل مع المكرونه خضار، هعمل فلفل احمر، فلفل اصفر، جزر، كوسه. خليكم معايا وهنشوف هنعمل ايه. ماشي حبايب قلبي؟ ما تروحوش كده ولا كده ولا كده ولا كده، فاصل ونواصل. هنا حطيت الميه بتاعت المكرونه. بعد كده التليفون شويه عشان تشوفوا كويس. كده حطيت الميه بتاعت المكرونه، ودي يا حبايبي مكرونه بني. بصوا، مكرونه ريجي، دي مكرونه بني. تمام. عملت الصوص اهو برضو عشان انا كنت مستعجله، بقول لكم عملت الصوص. وهنكمل مع بعض المكرونه، وهنشوف البانيه في الفرن. انا النهارده البانيه مش محمراه، انا عاملاه في الفرن. هما طالبينه كده في الفرن، مش طالبينه محمر. ماشي يا حبايب قلبي؟ طب هو ينفع صوص البانيه يتعمل في الفرن؟ ايوه ينفع. تبلوه، اعملوه بيض وبقسماط، ودوسوا عليه كويس قوي، وسيبوه شويه يشمع في التلاجة. ممكن تحطوه في التلاجة مثلا، ترصوه كده وتسيبوه يشمع شويه، ما يبقاش طري يعني. وتكونوا ضاغطين جامد عليه كده ومظبطين. اول ما تحسوا ان هو الشمع شويه، فاهمين؟ تعملوا الصينيه زيت وتدخلوه الفرن، هيطلع زي الفل وهيطلع طعمه جميل. وهيطلع زي الفل. بصراحة يا جماعة انا نفسي افتح معاكم، بس اللي موافق على كده يبعتلي في التعليقات يقولي احنا موافقين انك تعملي بث مباشر معانا. انا نفسي، بس قلت اخد رأيكم واشوفكم انتوا رأيكم ايه، هل هتتقبلوا مني ولا لا؟ فردوا عليا بالله عليكم. ماشي حبايب قلبي؟ كده المية غليت عشان انا كنت حطاها من الاول. دي يا حبايبي مكرونه بني. طب يا سوسو بتاخد نفس سوا التانية؟ لا، دي بتاخد سوا شويه، بس ما فيهاش نشا زي التانية صراحه. يعني التانية تبقى منشيه كده، تحسيها بتبقى منشيه، لكن دي لا. دي يا حبايبي ما بتبقاش منشيه، يعني انا لما باجي اصفيها ما بلاقيش فيها نشا زي التانية. بصوا، دي نوع ودي نوع، الاتنين مش نوع واحد صراحة. بصوا، دي نوع ودي نوع، فعادي بقى نمشي الدنيا. حبيب قلبي اهي المكرونة اتسلقت اهي يا حبايبي. هصفيها بقى وايه وارجع لكم. والبانيه طبعا في الفرن.
وادي كوسه، فلفل اصفر، فلفل احمر، جزر، طبعا مقطعاه كده رفيع. بصوا كله رفيع. بصوا يا حبايبي، طبعا انا قلت لكم ان انا عامله الصلصه صح. ادي المكرونه اهي، وادي الصلصه. الصلصه طبعا حتى فيها ريحان، وحتى فيها بصل، وحتى فيها بجد حاجات كتيره، بس انا عشان كنت مستعجله فما كانش في وقت والله. واوريكم الخضار هنحطه ازاي. اهي يا حبايبي المكرونه، هي رجيم يا سوسو، انا مش عارفه بس هي بيبقى طعمها حلو قوي المكرونه البني دي حقيقي يعني. بس يعني عشان ما يحسوش ان هما محرومين من حاجه، فدي زي ما انا قلت لكم ما بيبقاش فيها نشا خالص، مش زي التانية بتيجي تصفيها بتلاقيها كلها نشا، دي لا، دي ما بيبقاش فيها نشا حبايبي خالص. اوريكم الخضار هعمله ازاي. الطاسه بس تنشف من الميه، هحط نقطه زيت زيتون، يعني ما عندكوش زيت زيتون عادي، بس هنا عشان هو كل اكلهم بزيت زيتون، لكن احنا ما عندناش زيت زيتون مفيش مشكله، ما نقفش يعني ان احنا ما عندناش زيت زيتون عشان انا عملت بزيت زيتون، لا لا يا حبايبي، زيت عادي. انزل طبعا بالخضار، تشويحه كده، عشان انا ما ينفعش احطه مع الصلصه اخده تشويحه كده، بشويه فلفل اسمر، شويه زعتر برضه يدي ريحه ويدي طعم، وشويه ملح يعني ما يذكروش صغيرين. شوحه كده كويس، هشوحه بس مش هسويه عشان ما يتهريش ويتوه مني في المكرونه. ماشي يا حبايبي، زي ما احنا متعودين ان انا ما بغرفش،
بوريكوا الحاجة بس ما بغرفهاش يا حبايبي. ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة. الله يسعدكم يا رب. والله واقفة خالص خالص، القناة واقفة خالص. بالله عليكم عشان خاطر النبي محمد حطولي لايك يا حبايب قلبي. انا عارفة ان انا فيديوهاتي بسيطة بس معلش على قد. خليكم معايا وربنا معايا طبعا قبل كل حاجة، وانا اكبر ان شاء الله واقدم لكم حاجات كتيرة جدا. معلش يا حبايبي عشان كل وقتي في شغلي، يعني ده اكل الشغل قليل قوي لما بصور في بيتي. معلش ادعموني بالله عليكم يا احلى متابعين في الدنيا. طبعا كده خلاص. طب هو كده الخضار استوى يا سوسو؟ لا هو كده. بصوا حبايبي اروح حاطاه كده فوق المكرونه. شايفين انتوا الالوان الجامده دي صح؟ اهو يا حبايبي. هو المفروض ما يستويش عشان ما يتهريش، يعني هو كده يعني بيقرش شويه. ماشي يا حبايبي. يبقى كده خلصنا المكرونه. وده يا حبايبي البانيه اللي اتعمل في الفرن. بصوا مش متحمر، لا انا عملته في الفرن زي ما انا قلت لكم. بصوا حبايبي زي الفل مش اي حاجه. بصوا مستوي وجميل. بصوا اهو. عشان انا ما بحبش الفلفل الالوان على الاكل، انا عملت ليا طبق كده من غير حاجه وهدوقه معاكم دلوقتي. غطيته طبعا كده عشان ما ينشفش يطرى. لما تغطيه كده هيطرى. ماشي يا حبايب قلبي. وده اكلنا النهارده، اكل بسيط وسريع وخفيف وكل حاجه. شفتوا بقى؟ ندوق البانيه. الله، الصوص ده حتى معاه ريحان مخلي الريحه تحفه. بسم الله. جربوا يا حبايبي بالطريقه دي، والله العظيم تحفه تحفه تحفه. لايك واشتراك في القناه. يلا بسرعه يلا بسرعه الحقوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا ما يحرمنيش منكم ولا من دعمكم ولا من كلامكم الجميل يا احلى واجمل متابعين.